مرة تانية مع حضراتكم طير المسافر على الهواء مباشرة مستمر مع حضراتكم بنواصل الأخبار واستكمالا للكلام اللي احنا بادئينه مع حضراتكم في الأسابيع الماضية وجهود الدولة في التواصل مع أبنائها في الخارج. طبعا في أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية وهم الجالية الأكبر طبعا في المملكة العربية السعودية، كلهم نماذج مشرفة. كان في لقاء افتراضي مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتقى طبعا بأبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. هعرض لحضراتكم تفاصيل الخبر وهنعرف برضو من خلال مداخلة هاتفية يعني أهم ما جاء في هذا اللقاء. في إطار المتابعة اليومية لأوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي، عقد اليوم السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لقاء افتراضي مع عدد من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بمشاركة كل من السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية لشؤون عفوا معذرة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير إيهاب أبو سريع سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، القنصل العام أحمد عبد المجيد قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة، والقنصل ياسر هاشم قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض. في مستهل اللقاء اللي قدام حضراتكم صور منه، أشار نائب وزير الخارجية إلى ضرورة تكثيف التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية في دول الخليج والمشرق العربي لمتابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. أشاد أيضا بالدور اللي بتطلع به كل من السفارة المصرية في الرياض والقنصليات في جدة والرياض لمساعدة أبناء الجالية المصرية في السعودية وتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل المعاملات القنصلية للتيسير عليهم وضمان سلامتهم. اللقاء شهد تفاعل كبير مع أبناء الجالية وتم تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم. نائب الوزير حرص على الاستماع إلى كافة الاستفسارات والمقترحات ومناقشتها مع المشاركين. فعن هذا اللقاء وأهم طبعا ما جاء فيه ما أشار إليه طبعا أهالينا المصريين في الخارج، ده هنعرفه طبعا من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع سيد محمد فاروق أبو حشيش عضو الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية وأحد حضور اجتماع نائب وزير الخارجية بالجالية. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معانا. مساء الخير، اهلا وسهلا يا استاذ ممدوح، اهلا وسهلا بحضرتك وجميع الساده المشاهدين. أولا تحياتنا لحضرتك، تحياتنا لحضرتك ولكل اهالينا طبعا المصريين في الخارج وبالتحديد في المملكه العربيه السعوديه. شكرا ليك وتحياتي ليك، واسمح لي بس بكلمه في الاول اتوجه يعني بالتهنئه والشوق والتحيه لكل اخواتنا واشقائنا وشركاء الوطن اخواتنا الاطفال بمناسبه اعياد الميلاد المجيد. لا كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ محمد، ودايما كلنا مع بعض كده ايد واحده. حضرتك بخير يا فندم. حضرتك بخير. التواصل شيء مهم جدا واحنا بنتابع طبعا من خلال الاخبار المختلفه، في تواصل ما بين السيد وزير الخارجيه مباشره، ما بين القنصليات، ما بين نائب الوزير باعضاء الجاليات. الخبر اللي احنا قلناه كان تواصل ما بين حضراتكم كاعضاء للجاليه المصريه في السعوديه ونائب وزير الخارجيه. اعرف بس من وجهه نظر حضرتك كمقيم في الخارج مصري طبعا اهميه هذا التواصل بالنسبه لكم. والله يا فندم هو التواصل ليس بالجديد على وزاره الخارجيه. الحقيقه السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والسيد السفير نبيل حبشي نائب الوزير ومساعد الوزير سياده السفير حداد الجوهري على تواصل دائم مع ابناء مصر بالخارج، سواء بلقاءاتهم معانا في القنصليات لما بيجوا موجودين هنا. لقاءات قبل كده السفير بدر عبد العاطي زارنا والسفير نبيل اكثر من لقاء، وكذلك السفير حداد الجوهري، ودايما في لقاءات تواصل تفاعليه عن طريق برنامج زوم والبرامج الاخرى من خلال اطمئنانهم على احوال الجاليه واحوال الجاليات اللي موجوده في منطقه في الدول العربيه وفي دول العالم كلها. يعني طمنا طبعا على الاوضاع دلوقتي. الحمد لله اعتقد ان الاوضاع افضل بكثير يعني. طبعا هو التواصل المره دي يمكن بيكون ليه بعض الخصوصيه نتيجه الاحداث الراهنه اللي احنا بنعيشها في منطقه الخليج بالتحديد، واحنا هنا في المملكه العربيه السعوديه الحمد لله الحمد لله اوضاعنا مستقره والامور الحمد لله. يعني المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله باذن الله قادره على يعني التحدي ده، واحنا بجانب اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه في هذا الامر، وان شاء الله باذن الله الامور يعني هتستقر في الفتره اللي جايه بنتيجه جهود
وجهود الدول العربيه جميعا وقائدنا القائد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنفخر جدا 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 بما يقال منه وبما افعاله، وهذه الجهود الكبيره اللي هو بيعملها في جعل السلام يعم على المنطقه. وان شاء الله باذن الله هتكلل هذه الجهود بان ان شاء الله يعني السلام يعم والامن يرجع كما كان في استقرار ان شاء الله باذن الله. الحقيقه اللقاء الاخير يمكن كان المخطط ليه معانا كمان حضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجيه، ولكن هو كان يعني حصل ارتبط بيه زياره لدوله الكويت في توقيت اللقاء. اعتذر لينا سياده السفير نبيل حبشي على هذا يعني الجو، قال ان يبقى وصل لنا تحيات معالي الوزير وان هو كان مخطط ليه يكون موجود معانا، لكن نتيجه سفره للكويت فحضر معانا طبعا السفير نبيل حبشي والسفير حداد الجوهري، وكان معانا ايضا طبعا من السفاره بتاعتنا هنا معالي السفير ايهاب وسيع سفير جمهوريه مصر العربيه، والقنصل العام ياسر هاشم قنصل مصر بالرياض، والقنصل احمد عبد المجيد قنصل مصر في جده. الحقيقه كان مجموعه كبيره من ابناء الجاليه المصريه في المدينه في الرياض والمناطق الاخرى، كان المنطقه الشرقيه ومنطقه القصيم وايضا المنطقه الغربيه والمدينه المناطق الخاصه بالقنصليه المصريه بجده. تمام. طبعا كان في كلمات محدده بدات من كلمات معالي السفير، وبعدين بدا ان يعني ان المندوبين الاخرين او الابناء الجاليه يتكلموا على الحمد لله على كده، ما كانش في اي نوع معين من يعني ما فيش موضوعات مسبقه يعني بالظبط. المشاكل المرتبطه بالمصريين تم مناقشتها، اللي عنده قضيه شخصيه او شيء متعلق بيه اعتقد ده بيتم مناقشته مع المسؤولين يا فندم. بالفعل يا استاذ ممدوح، هي فعلا ان المسؤولين احنا اتكلمنا معاهم في مشاكل عديده، منهم بعض المشاكل الخاصه بالتعليم، بعض المشاكل الخاصه بال يعني السفر، الناس اللي عايزين يسافروا والحصول على التاشيرات الخروج النهائي، بعض المشاكل الخاصه باجازات المصريين بالخارج. اتكلمنا في مشاكل عديده خاصه بالمصريين بالخارج، والحقيقه السفير نبيل حبشي وكان موجود معانا برضه ايضا بعض المسؤولين يمكن من خلال وزاره التربيه والتعليم ردوا على الجزئيات الخاصه بمشاكل التعليم بالاخص، وبرضه كان موجود بعض يعني مسؤولين من جهات اخرى اللي هم كانوا بيتكلموا او بيردوا مع معالي السفير على هذه المشاكل. بس الحقيقه لو نتكلم على خصوصيه الوضع الحالي وخصوصيه الازمه اللي احنا فيها، فانا احب برضه اقول لحضرتك يمكن احنا عندنا السفاره بتاعتنا هنا من اول يوم بدات عمل يعني زي ما نقول ايه غرفه طوارئ الازمه يعني كلية ازمه، في جروب تم من خلال السفاره، جروب على الواتس من خلال السفير وضعوا التواصل كامل بين الناس في كل المناطق لاي شيء بيحصل، اي حاجه لاي حد في يعني في خصوصيه الازمه الحاليه يتم على طول طرحها مباشره من خلال الجروب والتفاعل معها مع المسؤولين، سواء بحلها او سواء بنقلها للجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه واغلب الامور عليها. فدي كانت يعني من نوع الشيء اللي استحدث لخصوصيه الوضع الحالي. اما المشاكل الاخرى، المشاكل الخاصه بالمصريين بالخارج، فتم مناقشتها يمكن مع معالي السفير نبيل حبشي، وكان اللقاء مطول الحقيقه، اعطى الكلمه لكل كل الحضور وكل اللي كان مشارك اللي ادلى بدور مشكله معينه او الكلام ده وكده تم الرد عليه فيها، سواء بان الحل بتاعها ايه او سواء بان يتم تسجيلها ان هيتم مراجعتهم ويتم التواصل ايضا معاها فيها عشان خاطر الامور تتحل ان شاء الله. تمام ان شاء الله. يعني كل التحيه والتقدير لحضراتكم، وبلغ كل اهالينا في المملكه العربيه السعوديه تحيات كل المصريين، تحيات الطير المسافر طبعا، وان شاء الله ترجعوا لنا بالف سلامه. وبشكر حضرتك جدا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. تحياتي ليك يا استاذ ممدوح، شكرا لحضرتك جدا يا فندم، تحياتي ليك ولكل ابناء مصر، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور تستقر ويرجع الامن والسلام يرجع يعم جميعا تاني في المنطقه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كل التحيه والتقدير، شكرا لحضرتك استاذ محمد، شرفتنا ونورتنا بهذه المداخله.